السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكون اموركم كامله بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، نتمنى انه يعجبكم، وما تنسونيش بواحد اللايك والاشتراك في القناه اللي ما مشتركش، ويخلوا لي واحد التعليق زوين بحالكم ان شاء الله. اليوم رجعت لكم بواحد لا فيديو اللي هو زويون. نتمنى انه يعجبكم فيديو من مورا وجبه ديال الغداء. كاين اللي كيدير لاسيست، كاين اللي كيكون عنده اغراض. بالنسبه لي انا اليوم حاولت انني نبارطاجي معكم اشنو كندير في الوقيته ديال 3 هكاك 4. كما كتشوفوا هنا راه بديت معكم الروتين مع 3 و10 دقائق. يعني هنايا كنا تغدينا، مشى راجلي للخدمه، مشى ولدي للقرايه، ايوا وحاولت انني نجمع الدار نطرفها كما شفتوا. شطبت شويه دوك الكراسه ديال سالامونجي، ايوا ودوز سبيراتور تحت سالامونجي والدار كامله ما شاركتهاش معكم. هنا دزت لهاد البوفي هذا اللي تحت التلفازه. خديت هنا لي لانجيت، انا كنستعمل لي لانجيت لهاد البوفي هذا باش هكا نحافظ عليه مده طويله وما يتقشرش ليا او لا يتخدش ليا. هنا حاولت انني نمسحو مزيان من الغبره بلي لانجيت، طرفتو مزيان، نقيتو. كنحاول انني نشارك معكم. صراحه لي لانجيت غير ما كيبانش في التليفون، صراحه راه فيه لي طراس ديال الغبره غير ما كيبانش. هنا رجعت هاد الديكور هذا اولا هاد ما عرفتش شنو نسميه اللي كنحط فوق البوفي، كنفرشو فوق البوفي باش هكا ما يتخدش ليا البوفي كنحطوا عليه سوارت كونتاكت. هذا ما كنبغيش انه يتخدش، فرشت لي هذيك اللعيبه صراحه جا زوين وهكا باش نحافظ عليه مده طويله. هنا رجعت لكل حاجه بلاصتها من بعد ما مسحتها وعقمتها مزيان. دزت هنا البيبان اولا الباب ديال البوفي حتى هو كنمسحهم بلي لانجيت. صراحه كيمسحوا مزيان، كينقيو وكيخليو ريحه زوينه. انا كنستعمل لي لانجيت ديال كومباك، صراحه زوين. القطن ديالو اولا طوغشون ديالو كيكون غليظ، يعني ممكن انا كتخدمي به شحال من مره، ماشي غير مره واحده، وكيخلي واحد الريحه زوينه. هنا من بعد ما ساليت التنظيف ديال البوفي، دزت هنايا خديت هذا البخاخ دايره فيه معطر الارضيه اولا اللي كنسميوه ساني كروا. خديت هنايا رشيته مزيان على الارضيه وبديت ندوز شويه اللي هو خفيف. كما قلت لكم هذا راه غير روتين مسائي، بديته مع 3 و10 دقائق. كنعتمد على هاد الجفافه هذه صراحه زوينه. كنت انا خديتها على حساب الحيوط نمسح بها الحيوط صراحه ونفعتني في الارضيه حتى ناخذ شي وحده ان شاء الله الحيوط. صراحه براتيك كتعاون بزاف. هنا رجعت الكراسه لبلاصتهم من بعد ما دوزت هكا جفيف وكانت الارضيه نشفات. غادي ندوز هنا نطلق شويه ديال البخور. من بعد ما كتنظفي الدار وكتشمي داك ريحه جافيل وساني كروا، كتبغي ضروري انك تكمليها اولا تسالي التنظيف ديالك بواحد الريحه اللي هي زوينه، ريحه البخور، ريحه اللي هي زوينه كتبقى لك في الدار وكتلصق لك حتى في الفراش. هنا كنكون بخرت الدار من بعد ما جمعتها وعقمتها وكل حاجه شدات بلاصتها. درنا الكوتي ما شاركتوش معكم صراحه. الكوتي اللي هو خفيف كان عندي غير المسمن في الكونجيلاتور، جبدته سخنته مع كويس ديال اتاي، يعني ما كاين لاش نشاركو معكم. هنايا دزت مع شي 7 هكاك بديت نحضر في الوجبه ديال العشاء. كما شفتوا خديت طوماط سوريس درتها في الكاسرونه تتسلق باش ندير بها لاصوص. هنا خديت واحد البصيله موين وبصيله صغيره، ممكن ديروا غير بصيله واحده، كنشلضها الى مربعات صغيره على هذا الشكل هذا باش نشحرها في المقله. هنا خديت مقيله درتها على عافيه مهيله، درت ليها شويه ديال الزيت النباتيه، غادي ندوز نشحر البصيله ديالي. كما كتشوفوا غادي نشحرها مزيان حتى كطيح حتى تدبل ليا وكطيح. على جنب غادي نكون ديجا سلقت البطاطا. انا خديت تقريبا شي 6 ديال البطاطات مسلوقين في الماء السخون بشويه ديال الملح، صفيتهم وخليتهم حتى بردوا. دزت هنايا كنمعك فيهم بهاد الفرشيط هذه على شكل بيوري، يعني كنمعكوهم مزيان حتى كيوليو على شكل بيوري. غادي نضيف لهم هنايا شويه ديال الملح حسب الذوق، شويه ديال البزار، شويه ديال القزبور، معلقه صغيره ديال الزبده،
وايضا غادي نزيد صلصه الحاره، كتبقى حسب الاختيار وحسب الذوق. انا غير زدتها صراحه، عطاتها واحد اللوغو زوين. وغادي نحاول انني نمزج داك العناصر اللي زدت البطاطا مزيان، باش هكا البطاطا تاخد حقها هكا من العطريه والتوابل اللي زدنا ليها. من بعد ما خلطت المكونات خليتها على جنب، دزت المقيله، زدت ليها شويه ديال المعدنوس، ودرت هنا 200 غرام ديال الكفته ديال البقري. ممكن انكم ديروا الكفته ديال لاداند اولا ديال الدجاج، كيبقى لكم حسب الاختيار. هنا غادي نشحرها مزيان مع هذيك البصيله حتى كتدخل ليها الطياب كما كتشوفوا. وغادي نبدا نزيد في العطريه راها بسيطه، شويه د الملح، شويه د البزار، شويه د السكنجبير، وشويه د الخرقوم البلدي صافي. وغادي نحرك المكونات على هذا الشكل هذا باش تلبى لينا ديك الكفيته كما كتشوفوا. يعني راه حشوه اللي هي بسيطه، وكيجي هذا الكراتان هذا ما تبعوش منه. هنا من بعد ما تسلقات ليا طوماط سوغيز غادي ندوز نصفيها من داك الماء ديالها، وغادي نطحنها في الهاشوار باش نحصل على لاصوص. ممكن انكم تخدموا غير بلاصوص جاهزه. انا حاولت انني نصايبها، ما كانتش عندي متوفره جاهزه. هنا من بعد ما طحنتها خديت نفس المقله اللي كانت فيها الحشوه، خليت الحشوه تبرد ليا في واحد الطبيصيل، خديت نفس المقيله شحرت فيها اولا صفيت فيها هاد المطيشه هذه باش نحيد منها الزريعه ديالها، صفيتها على هاد الشكل هذا. وغادي ندير لها العطريه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ايضا ديال السكنجبير، والقليل من التحميره اولا البابريكا. غادي نضيف لها شويه ديال الزيت وغادي نخليها تشحر على جنب. هذه هي القاعده ديال الكراتان. هاد لاصوص هذه هي القاعده ديال الكراتان، كتجي بنينه وبحال هكا كيجيكم الكراتان ما ناشفش، وكيجي ميكس ما بين لاصوص بلونش ولاصوص طوماط. هنا خديت المول ديال الفران اولا الدجاجه ديال الفران، كبيت فيها داك لاصوص من بعد ما شحرتها في المقيله واحد 5 ديال الدقائق هكاك. هنا كانوا المكونات واجدين اللي هي الكفته مشحره والبطاطا ولاصوص طوماط. هنا كناخذ يدي كندهنها بشويه ديال الزيت البلديه كان احسن. غادي نحاول انني نقرص شويه ديك البطاطا، وغادي ندير وسط منها الكفته واحد شويه ديال الفرماج المثلث. انا استعملت غير الفرماج المثلث، وغادي نحاول انني نكورها على هذا الشكل هذا. صدقوني انها كتجي بنينه ورائعه وما تشبعوش منها. حنا كتناولناها غير بالفورشيت صراحه كانت مشبعه ولذيذه. جربوها لوليداتكم هكا، ان تحضروها لهم للغداء او للعشاء، كتجي كتحمق وما تشبعوش منها. انا من بعد ما كملت الكريات بنفس الشكل خديت لاصوص بلونش، درت غير بعض الخطوط، وغادي ندير شويه ديال الموتزاريلا محكوكه. يعني الفرماج كيزيد واحد الطعم واحد التعليكه زوينه. هنا كنكون مسخنت الفران على 150 درجه من الاسفل والاعلى، كندخل الكراتان ديالي يتكراتينا. غادي ندوز نحضر سلطه فخوي. يعني خديت لي فخوي اللي عندي، داكشي اللي متوفر عندي في الثلاجه حاولت انني نحضر به سلطه فخوي. خديت 2 قطع ديال الكيوي، واحد التفاحه، واحد الكاكي، وواحد الرمانه. يعني الديسير اللي عندكم، كاين بنان، كاين ليمون، اللي عندكم ديروه في هاد سلطه فخوي. تبدلوا هكا الحطه ديال الطبيله ديالكم، ومن هكا تبدلوا حتى الطريقه ديال الاكل ديال الديسير. انا من بعد ما قطعت الديسير ديالي الى قطع صغيره، غادي ندوز هنايا ندير الرمان حتى هو ما شاركتوش معكم. ضفتو. وغادي هنا ما عنديش دانون، ما كانش متوفر عندي دانون، درت لاصوص كراميل. صراحه عطاتها واحد البنه رائعه ولذيذه. اللي عنده دانون ممكن انكم ديروا دانون او العصير ديال الليمون اللي حبيتو. انا هنايا درت غير لاصوص ديال الكراميل، جات رائعه وبنينه. خديت هاد الكيسان هادو ديال لي سلطه فخوي اولا ديال التحليات كيكونوا. كنت صراحه خديتهم من كارفور، كانوا دايرين فيهم واحد التخفيض زوين، كانوا 3 ب 15 درهم صراحه ما بقاوش. هنايا بديت تنحط في هاد لي سلطه فخوي هادو اولا هاد السلطه هادي، بديت تنحطها في هاد الكويسات باش ندوز نقدم العشاء ديالي. هنا حاولت انني نزين بالاكاجو، يعني كيبقى لكم الاختيار. ممكن انكم تزينوا بلي بيبي شوكولا اولا اللوز اولا الكركاع اولا الاكاجو، اولا تخليوهم غير هكاك ماشي مشكل. هنا دزت باش نحط العشيوه اللي كانت بسيطه واهم حاجه لذيذه. هنا دزت حطيت طبيصلات، فرشيطات. غادي ندوز نحط ايضا الكويسات ديال السلطه،
والكراتان بعد ما تكراتينا كيجي على هذا الشكل هذا رائع ولذيذ، واهم حاجه مشبع. صراحه ممكن انكم ديروه للغداء او للعشاء، كتجي واحد الوجبه اللي هي زوينه بزاف. كما كتلاحظوا كنحاول انني نقرب لكم ديك التعليكه ديال لاصوص طوماط مع لاصوص بلونش مع ديك البطاطا مع الكفته. صراحه بنين 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 بزاف، يستحق التجربه. حاولت انني نبارطاجيه معكم باش هكا تحضروه لوجبه الغداء او العشاء. كما قلت لكم راه كيجي بنين بزاف. الا كنتي اختي وصلتي حتى لهنا ما تنسيش واحد جيم تخليها وتكتبي واحد الكومونتير زوين، اولا غير نقطه اولا غير ايموجي، يعني اللي خليتو ليا في لي كومونتير سمنو عسل من عندكم. كما كتشوفوا هذه هي الطبيله ديال العشاء، كانت زوينه رائعه واهم حاجه لذيذه. هنا غادي نحاول انني نشارك معكم واحد القطعه ديال البطاطا بحالاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه ولذيذه. صراحه وجبه اللي هي غادي تولي معتمده عندكم سواء في الغداء سواء في العشاء. غادي نحاول انني نوريكم هنايا هاد القطعه هذه ديال البطاطا كيفاش كتجي معلكه وبنينه. كنكون هنا كما كتشوفوا كنكون هنا وصلت للنهايه ديال الفيديو. ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وكومونتير. صراحه كنديروا مجهود كبير في التصوير ديال الفيديو. الناس اللي كيديروا اليوتيوب غادي يفهموا كل شيء، باش تبقاي تحولي الكاميرا من هنا حتى لهنا. يعني المقابل ديالكم هو انكم تخليو لينا واحد جيم وكومونتير. كنكون وصلت نهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وايضا الوصفه اللي اقترحت عليكم تنال اعجابكم. خليتكم على خير، الى فيديو مقبل ان شاء الله. كانت معكم ابتسام.